السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم في قناتكم شوت سبور. سنعرض لكم في هذا الفيديو موعد مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني لا ليغا، والبداية مع مباريات الجمعة 10 يناير 2025. ستقام مباراة واحدة في هذا اليوم يستضيف فيها رايو فايكانو نادي سيلتا فيغو على أرضية ملعب تيريزا ريفيرو على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. ننتقل الآن إلى مباريات يوم السبت 11 يناير 2025. في المباراة الأولى يستضيف نادي ديبورتيفو ألافيش نادي جيرونا على أرضية ملعب المينديزوروزا على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. تبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الثانية يستضيف نادي بلد الوليد نادي ريال بيتيس على أرضية ملعب نويفو خوسي زوريلا على الساعة 1:15 زوالا بتوقيت غرينتش. في المباراة الثالثة يستضيف نادي إسبانيول نادي ليغانيس على أرضية ملعب إسبانيول برشلونة على الساعة 5:30 بتوقيت غرينتش. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الأخيرة يستضيف نادي إشبيليا نادي فالنسيا على أرضية ملعب رامون سانشيز بيسخوان على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. ننتقل الآن إلى مباريات يوم الأحد 12 يناير 2025. في المباراة الأولى يستضيف نادي لاس بالماس نادي ختافي على أرضية ملعب دي جران كاناريا على الساعة 1 زوالا بتوقيت غرينتش. وتبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. في المباراة الثانية يستضيف نادي أتلتيكو مدريد نادي أوساسونا على أرضية ملعب المتروبوليتانو على الساعة 1:15 زوالا بتوقيت غرينتش. وتبث هذه المباراة على قناة البي إن سبور اتش دي 3. ننتقل الآن إلى مباريات يوم الاثنين 13 يناير 2025. ستقام مباراة واحدة في هذا اليوم يستضيف فيها نادي ريال سوسيداد نادي فياريال على أرضية ملعب الأنويتا على الساعة 8 بتوقيت غرينتش. تبث هذه المباراة على قناة بي إن سبور اتش دي 3. ونذكر أن بعض المباريات قد أجلت، وذلك بسبب مشاركة الأندية في كأس السوبر الإسباني. كان هذا كل ما لدينا في فيديو اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم جديد قناتي.